اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله أحبة المشاهدين، مشاهدي برنامج نقتدي بالحسين، مع الضيف المحترم سماحة الشيخ الخطيب الحسيني شيخ رحيم السوداني. حياكم الله جناب الشيخ. أهلا وسهلا وحياكم الله يحفظكم إن شاء الله، نورتونا. حفظكم الله وزادكم شكرا جزيلا على وعملا. تلبية الدعوة جناب الشيخ الطيب، خدمتكم الله يحفظكم. خادم للإمام الحسين. حقيقة نحن نعيش هذه الليالي ليالي ولادة الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء صلوات الله عليها، فمع سماحة الشيخ نتكلم إن شاء الله بنبذة مختصرة عن سيرة مولد السيدة الزهراء صلوات الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وأسعد محمد. الله أيامنا الله وأيامكم يحفظكم. بهذه المناسبة المقدسة، ألا وهي ولادة النور الإلهي المقدس بضعة رسول الله وزوجة أمير المؤمنين وأم الحسن والحسين وجدة الأئمة التسعة المعصومين. هذه الولادة التي بها ولدت الصفات الكمالية للمرأة المسلمة، بلحاظ أن الزهراء عليه السلام تعتبر الأسوة الحسنة لجميع النساء. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول حسبك من نساء العالمين أربع، ويذكر فاطمة الزهراء، وعندما يقول فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين، كأنما النبي يشير إلى أنه على جميع النساء أن يتخذن من الزهراء سلام الله عليها أسوة حسنة وقدوة حسنة على جميع مجالات الحياة، المجال العقائدي، المجال العبادي، المجال الاجتماعي، المجال الأسري، المجال الفردي النفسي، المجال الاقتصادي. الزهراء ضربت مثالا وقدوة حسنة. الله يحفظكم. جزاكم الله خير. نعم، وشيخنا الكريم الزهراء مثلت حلقة وصل بين النبوة والإمامة أكيد بنفس الوقت. أكيد. ولما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، أين امرأة فرعون من الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء؟ فتكون هي مثل أعلى بالفعل. من باب أولى أنه الله سبحانه وتعالى عندما رأى التوحيد الخالص في زوجة فرعون آسيا بنت مزاحم جعلها أسوة حسنة ومثال للذين آمنوا بلحاظ أن كان عندها التوحيد الخالص، وقد آثرت توحيد الله على الحياة المطعمة بالرفاهية والخدم والحشم والمال وحياة القصور. كل هذا تركته وتمسكت بتوحيد الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، الله يحفظكم. شيخنا الكريم، بعد هذه النبذة إن شاء الله عن مولد السيدة الزهراء، سماحتكم المباركة أنتم في مكتب المرجع دام ظله الوارف سماحة الشيخ محمد اليعقوبي، أسأل الله أن يزيدنا إن شاء الله من إفاضاته. أنتم في المكتب معاونون للمدير المكتب. نعم. الله يحفظكم. دكتور الشيخ كامل الدراجي، حضرتكم المعاون الرسمي في المكتب. نعم. وأيضا مسؤول لجنة المساجد والحسينيات. يا حبذا لو تتكلمنا عن نشاطات المكتب والمؤسسات المرتبطة في المكتب ودوركم إن شاء الله الأكبر إن شاء الله بحضور. نعم إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم. حقيقة في بداية الأمر كنت مسؤولا للجنة الهيئات والمواكب. نعم. في إدارة الشيخ موسى الخفاجي. نعم. ثم أدرت لجنة المساجد والحسينيات أيضا في إدارة الشيخ موسى الخفاجي. الله بعدها منصب معاون مدير المكتب. ثم بعد تغيير إدارة الشيخ الخفاجي إلى إدارة الشيخ كامل الدراجي، أيضا بقيت أنا معاون لإدارة المكتب، إضافة إلى مسؤولية لجنة المساجد والحسينيات، أي أنه أنا أدير جميع المساجد والحسينيات التابعة للمرجعية الرشيدة في ميسان. أحسنتم شيخ. الله يحفظكم إن شاء الله. شيخنا الكريم، باعتبار حضرتكم أنتم مسؤولين المساجد والحسينيات، النشاطات اللي تقام بالمساجد والحسينيات هي مدعومة من مكتب سماحة المرجع؟ إن شاء الله تعالى نحن وضعنا خطة عمل سنوية. هذه الخطة تحتوي على عشرات الفقرات، على إمام الجماعة أن يقوم بتطبيق هذه الفقرات، والغاية منها هداية الناس، لأنه الحوزوي
صاحب العمامة الحوزوية عندما يتصدى إلى هذا الأمر هو يقوم بوظيفة الأنبياء، وظيفة الأئمة سلام الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأن واحدة من أهم وظائف الأنبياء والأئمة هي هداية الناس، تبليغ الرسالة. نعم. تبليغ الرسالة وهداية الناس وتعليمهم الحق من الباطل، تعليمهم الأخلاق، تعليمهم الأحكام الشرعية. فهي كإنما وظيفة جعل الإنسان إنسانا بمعنى الكلمة، ويكون مستحقا لخلافة الله في الأرض. فهنالك خطة وزعناها على أئمة المساجد والحسينيات، وهم إن شاء الله تعالى ملتزمون بتطبيق فقرات هذه الخطة، من شأنها نشر الوعي والبصيرة والهداية بين الناس. جزاكم الله شيخ خير. شيخنا، باعتبار أنه رجل الدين إذا صلى جماعة لا بد له من إلقاء كلمة فقهية أكيدا. عقائدية. أكيدا. نعم. إرشادية، لأن إذا صارت صلاة جماعة تكون جامدة إذا من دون إرشاد. أكيد. ونصيحة، لأن هو زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس. نعم. كم مسجد تابع لسماحة مكتب المرجع شيخ؟ احنا ما بين المساجد والحسينيات والجوامع تابع لنا تقريبا 39 ما شاء الله مسجدا. ما شاء الله. بين مسجد وجامع وحسينية ومصلى. لكن أحب أن أشير إلى أنه هذه المساجد ليست كلها بنيناها، مو مكتب المرجع بناها، وإنما هي أما وقف أو تبرع، ويقوم أحد رجال الدين التابعين لنا بإقامة الصلاة، صلاة الجماعة فيها، صلاة العيدين، إحياء ليلة القدر، صلاة الآيات، إقامة المجالس والحسينيات، إقامة المجالس العزاء، المحافل في مناسبات ولادات الأئمة، تلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى صلاة الجماعة. كذلك شيخي أشرت أنت إلى أنه مسألة قيام إمام الجماعة بالكلمة. هذه الكلمة ما بين الفريضتين لها تأثير في نفوس المصلين. بالضبط. ليش؟ لأنه إذا يجي المصلي فقط يصلي جماعة ويطلع ما يحس بطعم الجماعة إذا لم تكتمل بتبصير بتنوير. أما كلمة عقائدية أو كلمة أخلاقية أو موعظة أو كلمة فقهية، بيان حكم شرعي، بيان تفسير آية قرآنية، سيرة أحد الأئمة الصالحين، وهكذا. بالضبط شيخنا الكريم. نرى أغلب المجتمع عندهم جهل بالمسائل الفقهية وجهل بأيضا سيرة الأئمة، فإذا ثقفوا من خلال المسجد، ولهذا أغلب مساجدنا إذا أشوف بها رجل الدين نشط من خلال كلمة الفقهية وصلاة جماعة وارتباطه بمصلين الغائب منهم الحاضر، أسباب الغياب، يكون تشجيع وحافز للمصلين في القدوم إلى هذا المسجد. بالفعل. شيخي جيل، يعني قبل سنين عقد مؤتمر بحضور سماحة المرجع دام ظل الوارث بعنوان المسجد يقود الحياة. أحسنت. فهذا المؤتمر من ثماره أن رجل الدين يخرج من حدود المسجد والحسينية ويقوم بقيادة المنطقة، قيادة الحي. ليس فقط هو إماما للمسجد، وإنما إماما لأهل الحي، أهل المنطقة. يقوم بالتواصل مع الناس، قضاء حوائج الناس، المناسبات، السؤال عنهم، وهكذا. فهو كأنما أسوة حسنة لجميع الناس. حقيقة هذه مبادرة سماحة المرجع بارتباط المساجد والحسينيات في مكتبه الشريف نقطة محسوبة له، وتكون فريدة من نوعها بخلال مكاتب المراجع يعني جناب الشيخ العزيز. نعم. وحقيقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كان محطة انطلاق، قناة للوعي، للإرشاد، للتوجيه. المسجد لا يختصر فقط على العبادة. لا فقط، لا. في زمن النبي المسجد كان من المسجد تدار شؤون الدولة الإسلامية. كذلك الأئمة عليهم السلام يفسرون القرآن، يبينون الأحكام، يصلحون بين الناس، بين القبائل من خلال المسجد. نعم. شيخنا الكريم الله يحفظكم، باعتباركم حضرتكم المعاون الأساسي لمدير مكتب سماحة المرجع في ميسان. نعم. المؤسسات المرتبطة مثل عندكم مؤسسة كبيرة ورصين اللي هي فيض الزهراء بمساعدة العوائل المتعففة. نعم. هناك مؤسسات أخرى مرتبطة بالمكتب غير فيض الزهراء؟ نعم، هنالك العديد من المؤسسات. نعم. مؤسسات ثقافية،
عندنا مؤسسات علمية كجامعة باقر العلوم، نعم. كجامعة الزهراء، نعم. كباقي الجامعات اللي تعتني بنشر العلم. هنالك مؤسسات خدمية، منها هي فيض الزهراء. فيض الزهراء اللي عانت وإغاثة الآلاف من العوائل المتعففة. نعم. تقوم بإيصال الحقوق المالية إلى تلك العوائل، وتدار من أشخاص موثوقين وأشخاص محسوبين على الحوزة العلمية. الله يحفظكم شيخنا الكريم. بالنسبة لمؤسسة فيض الزهراء، طريقة تجميع الأموال، صناديق على توزع له شنو اللي الآلية؟ في السنين الماضية نعم. كانت الأموال تأتي عن طريق مسؤول المؤسسة. نعم. كان الشيخ نزار الكناني الله يحفظه. الله يحفظه. يستلم الأموال ويجتمع بمسؤولي الفروع في الأقضية والنواحي والأحياء في المركز، ومعهم بالاشتراك معهم يقومون بتوزيع تلك الأموال بمبالغ مخصصة محددة وضمن قوائم. كل ممثل منطقة، كل ممثل قضاء أو ناحية عنده العوائل مسجلون في قوائم يعني موثقة. على أساس هذه القوائم يتم توزيع وإيصال المبالغ المالية. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. شيخنا حضرتكم ذكرتم بأنه أنتم كنتم مديرين هيئة مسؤولين لجنة هيئة المواكب. نعم. في ميسان. نعم. أكو قضية أنه المواكب والمجالس اللي تكون بينهم تصادم في يعني في الوقت. أقصد أنه في ليالي محرم. نعم. لم تقترحوا بأن تكون المواكب في وقت العصر والمجالس في الليل، عمود يصير اتحاد بين أهل الموكب وأهل المجلس، إن حضرتكم أنتم أصحاب مجالس. نعم. تحبون تحضرون بالموكب، لكن وقتكم بمجالسكم وارتباطاتكم راح يتزاحم ويا الموكب. شيخي طرحنا هذه المبادرة. نعم. لكن لم تعي اهتماما نعم. من أهل المواكب. ليش؟ لأنه يقول لك العصر مثلا احنا مقيدة حركتنا. نعم. الناس طالعة وجاية وسيارات ومحلات وكذا. نعم. فما يسمح لنا بالانتقال من منطقة إلى منطقة، من شارع إلى آخر. نعم. فلم نجد استجابة، وبقي الحال على أنه اليوم كما ترى أنه أكثر المواكب، أغلب المواكب أنها قد حددت لها شارع أو شارعين تقوم بالاستعراض وقراءة القصائد وضرب الزناجيل وما شابه. وهذا شيخي فيه سلبية. نعم. وهي أنه اليوم أكثر شبابنا اتجه إلى الموكب. إلى الموكب كلطم، وترك المسجد والحسينية والمجالس الحسينية، لأنه إحنا علينا أن نجمع بين العبرة والعبرة. الحسين عبرة وعبرة. نعم. لا فقط أن نهتم بالجانب العاطفي للحسين. نعم. المأساوي، ونترك الجانب الثقافي التوعوي. لابد أن نجمع بين الأمرين، فنحضر مجلس ونتثقف بالثقافة الحسينية. نعم. ثم نخرج ونحضر الموكب ونلطم وما شابه. نعم شيخنا الكريم، باعتبار بأنه الإمام الحسين من خلاله عرفنا سيرة الأنبياء. أكيد. سيرة الأوصياء، سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام. فإذا أنا أقتصر قضيتي على اللطم والدق الزنجيل، فلم أعرف من فلسفة خروج الإمام الحسين ولا الغاية التي خرج وقتل. أكيد. من أجلها الحسين. أكيد لابد أن، وهذا ما يدعو له دائما سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي حفظه الله. نعم. إنه الإكثار من عقد المجالس. حسنتم شيخ. إقامة المجالس الحسينية، إقامة الشعائر الحسينية النقية، لأنه نعم. كما تعلم شيخي. نعم. هنالك شعائر دخيلة على المذهب. نعم. جاءتنا دخيلة من باقي الدول، وهذا يعني يأثر سلبا. ليش؟ لأنه الشاب راح يعني كأنما يعتقد اعتقادا قطعيا بأن ضرب الظهور بالسكاكين هذا شعيرة، أو أنه يمشي على الجمر هذا شنو شعيرة، أو يصلي على سجادة مخليها على الجمر، أو يطين وجهه وجسمه بالطين كأنما هذه شعيرة، أو أجلك الله يكتب على جسده كلب رقية أو كلب سكينة، أو يقوم بالزحف.
هذه يعني شعار دخيلة علينا، يعني حقيقة ولا تؤدي إلى محتوى ومضمون الثورة والنهضة الحسينية. شيخي، احنا الإمام الحسين عليه السلام قد رسم لنا الخريطة وقد رسم لنا مبادئ النهضة، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أأمر بالمعروف أنهى عن منكر، أسير بسيرة جدي وأبي أمير المؤمنين. هذه شعائر الإمام وهذه مبادئ ثورة الحسين. لا فقط أن نحدد ونحجم النهضة الحسينية بأعمال لربما لا تستمر إلا بضعة أيام، وبعد يوم العاشر ينتهي كل شيء. حقيقة جناب الشيخ، مثل ما تفضلتم أن القضية الحسينية يجب أن لا تشتت بغايات يعني مختلفة. هي الغاية الوحيدة هي الإصلاح في المجتمع وتوعية الناس وفضح الدولة الظالمة في ذلك الوقت. نعم شيخنا الكريم. شيخنا العزيز، باعتباركم وأيضا خطيبين من خطباء الجمعة في مكتب المرجع الديني، الخطبة المركزية لسماحة الشيخ تأتي من النجف شيخنا العزيز؟ شيخي، هنالك في النجف مؤسسة التبليغ الإسلامي، مؤسسة أحيوا أمرنا للتبليغ الإسلامي، هي المسؤولة بكتابة الخطبة المركزية التي توزع على المكاتب الفرعية في المحافظات وتقرأ في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة. الله يحفظك. فهنالك لجنة مكلفة من قبل سماحة المرجع بإعداد وكتابة الخطبة المركزية. عندنا في مدينة العمارة صلاة الجمعة المركزية لسماحة المرجع في نهاوند، في نهاوند مسجد الصادقين. أحسنتم. وفي نهر سعد مسجد الزهراء سلام الله عليها، وفي ناحية السلام مسجد أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله، وفي منطقة الشعيبات أيضا توجد في حسينية أو مسجد الرسول الأعظم الشعيبات شيخي، تكون مقابل نهر سعد، ما شاء الله، يعني عبور الشط مقابل نهر سعد. وإن شاء الله تعالى الجهود مستمرة لفتح صلوات الجمعة في مناطق أخرى كالميمونة المجر الكبير والبتيرة. لا، المجر ما عندنا أيضا. إن شاء الله تعالى الجهود مستمرة لفتح صلوات جمعة إن شاء الله. أسأل الله تسديد الخطأ. جناب الشيخ، باعتبار مكتب سماحة الشيخ من المكاتب المميزة والفريدة بالنشاطات على جميع المجالات سماحة الشيخ العزيز، نعم، عندكم مبادرات الأيام، مثل يوم المرأة العالمي، يوم مثلا المنبر العالمي، يوم نعم. العفاف. أحسنت. سماحة المرجع طرح عدة مشاريع، نعم، عدة مشاريع لابد من إحيائها، ترتبط بتهذيب الإنسان، تهذيب المؤمن، بإصلاح المؤمن. طول أيام السنة هو مرتبط، يريد يربط الإنسان المؤمن بالحوزة العلمية، وقبل الحوزة أنه يربطه بالله تبارك وتعالى. فيختار مثلا ولادة الإمام الحسن، أصدر مبادرة فرحة يتيم، الله، 15 رمضان. نعم. مثلا 1 صفر يوم المنبر العالمي. نعم. يوم المرأة، يوم العفاف، ولادة الحوراء زينب سلام الله تعالى عليها. وهكذا طول أيام السنة لديه المشاريع والمبادرات لإصلاح الإنسان وربطه بالله تبارك وتعالى. سماحة الشيخ، باعتبار كل يعني الديانات والكذا لها طقوس خاصة وإلها أيامها اللي تعتز بها، فلا بد أنه نجعل لهذه اللي تفضل بها سماحة المرجع وبادر بها أن نجعل لها أهمية. لا بد زخم إعلامي يكون لها، لأن شيخنا في مجتمعنا لم توضح هذه الأيام اللي جعلها سماحة المرجع بشكل كامل. أغلب مجتمعنا احتمال من خلال حضرتكم إن شاء الله راح يسمع بهاي الأيام. أكيد شيخي، أنه اليوم الإعلام إلى السلطة وإلى نشر الحقائق وإلى تغيير الحقائق مع الأسف. أي نعم. فالإعلام إن شاء الله تعالى أنه مرجعية الشيخ اليعقوبي إلها إعلامها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. ولكن أنه الخط الآخر، خط الانحراف، أدوات الانحراف موجود وبكثرة كل الأوقات، في كل الأوقات. لكن اليوم
اليوم مثلا نشوف الحركات الضالة، الأفكار الضالة المضلة أخذت تتسع بشكل مخيف على المجتمع. لذلك اليوم الغلبة لمن؟ لأدوات الباطل بالضبط. فهي التي كأنما تتستر وتحجم وتغطي قنوات الحق. لكن إن شاء الله تعالى كما يقول القرآن: إن تنصروا الله ينصركم وما كان لله ينمو. وإن شاء الله تعالى مشاريع سماحة المرجع هي في عين الله تبارك وتعالى وفي عين إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شيخنا الكريم، بعيدا عن المكتب وتفاصيله ونشاطات سماحة الشيخ الجليل، باعتبار أنتم إمام مسجد وإمام جمعة وخطيب حسيني أيضا في نفس الوقت من اللامعين في محافظة ميسان، الله يحفظك، ومن الرجال الدين الفقهاء المحترمين والأجلاء، أوقاتكم قسمها شيخنا يعني بين المكتب وبين هذه النشاطات وبين دوامكم الرسمي في الوظيفة. أكيد أنه كل رجل دين لابد أن يكون مقسما لوقته، منظمة وكذا، ولا يوجد أنه هنالك وقت فراغ. إحنا اليوم بين الوظيفة الأكاديمية، لأنه خادمكم معلم جامعي حسين إن شاء الله موفقين، فالوظيفة الأكاديمية تأخذ وقت، ثم الوظيفة في إدارة المكتب، الوظيفة في لجنة المساجد والحسينيات، الارتباطات والعلاقات، هذه كلها تأخذ من رجل دين وقته. لذلك عليه أن يقسم وينظم وقته حتى يكون إن شاء الله تعالى يجعل له ساعات مع الكتاب. الله يحفظكم إن شاء الله. لزيادة علمه، زيادة ثقافته، زيادة اطلاعه، وهذا من أسباب نجاح الخطيب. لابد أن يكون صاحب ثقافة واسعة وفي جميع المجالات. الله يحفظكم. شيخنا عندكم وقت تراجعون به يعني خلينا نقول الكتب الخاصة بالمجالس بالخطباء بالكذا؟ هو إن شاء الله تعالى يعني قلت لك أنا راسم في ذهني إنه فد خريطة وقت، منظم الوقت، إنه وقت للدراسة بعد الغداء بعد صلاة الظهر إلى أن مثل ما تقول يبدأ دوامنا بالثنتين، وبالليل إن شاء الله تعالى هم إذا أكيد لازم الواحد يطالع كتب تفسير، كتب أخلاقية، والأوضاع الاجتماعية من خلال الإعلام الفيس الكذا تتابعونها. يعني عندكم وقت إن شاء الله تعالى هذه هم إلها مخصص وقت. ما صار لكم وقت إنه تألفون كتاب كذا معين، تفسير معين؟ ككتاب لا، وإنما أنا أحب أنه أكتب كتابات. كتابات يعني مسودات، كلمات قصيرة. أي هاي يعني هذه أنا أحب أكتبها. عندكم كتاب لمذكرة أوقاتكم شيخنا العزيز؟ أي موجود كتاب إن شاء الله تعالى، يعني الحد تقريبا قبل يومين وصل 219 تقريبا ما شاء الله. صفحة. ما شاء الله. هذه أكتب بها في مختلف المواضيع ما شاء الله. الله يحفظك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم في خدمة المذهب. الله يحفظك. وخدمة شيعة أمير المؤمنين وإعلاء كلمة الحق. وأسأل الله أن يمد في عمر مرجعنا الكريم الطيب المتواضع، المرجعية الطيبة، مرجعية سماحة الشيخ اليعقوبي، وأن يديم ظله الوارف. نشكركم شيخنا على تلبية الدعوة، أخذنا من وقتكم وقتكم الزاحم. الله يحفظكم. أسأل الله أن يزيدكم علم وعمل وخدمة. الله يبارك. إذا عندكم رسالة كذا من خلال هذا البرنامج المتواضع. جزاكم الله خير. أنا بحاجة إلى موعظة وبحاجة، لكن إن شاء الله تعالى إنه على الخطيب، على المتصدي لإمامة الجماعة، لإمامة الجمعة، أن يكون متسلحا بسلاح العلم والمعرفة والأخلاق، إضافة إلى الإخلاص في عمله، إضافة إلى الصدق في عمله، لأن المجتمع ينظر إليه بلحاظ أنه أسوة حسنة، وإنه يعكس الحوزة العلمية ويعكس العلماء المجتهدين. فلا بد للمعمم أن يكون على درجة عالية من التقوى، من الورع، من الأخلاق، من الصدق، من الإخلاص، حتى يحظى بمباركة من الله تبارك وتعالى وبمعونه من إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. جزاك الله خير. الله يحفظك. سادة المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الختام نشكر سماحة الشيخ الخطيب الحسيني والمعاون في مكتب سماحة الشيخ اليعقوبي في محافظة ميسان، ومسؤول لجنة المساجد الحسينيات وإمام الجمعة والجماعة إن شاء الله في محافظة ميسان،
الشيخ رحيم السوداني. شكرا جزيلا حضراتكم شيخنا. جزاكم الله خير الجزاء. وشكرا لكم سادة المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. انتظرونا في حلقات قادمة في أمان الله وحفظه.